يا اهلا وسهلا بكم في قناتنا الحلواني. كل مره هنحكي حكايه جديده، مش بس هتضحكوا، لا هنتعلم مع بعض كمان، وهنعرف شويه حقائق عن الدنيا يمكن تفيدنا وتخلينا نشوف الحياه من زاويه تانية. فلو انت جاهز يلا بينا نبدا. سنة 1562 كان السلطان سليمان القانوني كان عنده سرايا قديمة، فقرر انه عايز يهدمها ويبني واحدة جديدة مكانها. قال للناس عايز احسن مهندس في البلد. الناس ردوا عليه يا مولانا مفيش غير المهندس احمد الحلواني. السلطان قال لهم هاتوهولي بسرعة. ولما جه المهندس احمد الحلواني السلطان قال له شوف يا معلم، انا عايزك تهد السرايا دي وتبني لي واحدة جديدة مكانها. تمام. المهندس احمد الحلواني قال له تمام يا مولانا، هنعمل اللي حضرتك عايزه، وبدأ ينفذ الشغل. لحد هنا كل حاجة ماشية تمام. إنما السلطان سليمان القانوني كان بيراقب كل حاجة وبيشوف كل حركة بتتم خطوة بخطوة. فلاحظ حاجة غريبة، المهندس حلواني لما بدأ يهدم السرايا جاب شوية عمال، ولما جه يبني السرايا الجديدة غيرهم وجاب ناس تانية. السلطان اتضايق وبعت لأحمد الحلواني وقال له يا هندسة ايه الحكاية؟ لما كنت بتهدم استخدمت عمال، ولما بدأت تبني غيرتهم وجبت ناس تانية، ليه كده؟ المهندس حلواني ابتسم وقال له يا مولانا اللي بيعرف يهدم ما بيعرفش يبني، شغل التدمير غير شغل التعمير. السلطان استغرب وقال له مش فاهم تقصد ايه؟ بص يا ابو السلاطين، العامل اللي بيهد ده زي حد عنده خناقه مع الدنيا كلها، ماسك الشاكوش ونازل ضرب في الحيطان كانها خدت منه سندوتش الكبده. واللي بيهد بيكون شغلهم سريع وبدون تفكير، زي واحد مستعجل على الفطار في رمضان كله عايز يخلص ويجري. اما العامل اللي بيبني ده شغله زي الطبخ في حله محشي، انا حاسس ان انا جوع. بيكون شغلهم محتاج صبر ووقت، وكل تفصيله لازم تكون بمزاج عالي. بيحط طوبه فوق طوبه وهو شايف نفسه زي مايكل انجلو بتاع العمارة بيحلم يبني برج خليفة بتاعه. خلي بالك هنا الناس دايما بتفتكر اللي باني مش اللي هدم، عشان كده خدها مني نصيحة، ابني وما تهدش الا لو عايز تخلي الناس تفتكرك زي الزلزال. وكده تكون قصتنا خلصت النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا وتعلمتوا حاجة جديدة. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة واعملوا لايك عشان ما تفوتوش اي جديد. اشوفكم في الحلقة الجاية مع حكاية جديدة وحقائق اكتر. سلام.